أنا شنت بالمدرسة، فالجوارين من شافوا الشيء اللي صار على أهلي دزوا علينا وإحنا بالمدرسة. فمن إجينا من المدرسة شفنا فد جمع عجيب، يعني واقف في الشارع وفد سيارة مسلحة بذاك الوقت كانت واقفة، والجوارين دار ما يدورها يبكون. أنا بالنسبة لي وياي أختي جبتها وياي هم بالمدرسة الصف الثاني كانت، فكانت خوفها أكثر يعني من عندي، يعني أنا كودن ولد وهي بنية ذاك الوقت خطية. فمن تقربنا على الجميع شفت أمي وأبويا وخالتي الله يرحمهم مدنقين راسهم وقاعدين بالمسلحة. فأني ما عرفت وين أروح للبيت، أروح للمسلحة. بذاك الوقت يعني المسلحة الحقيقة كبير يخاف من عندها بذاك الوقت. فاضطريت يعني أروح على أمي وأبوي أشوفهم قاعدين ومدنجين. فمن شافتني بالمدرسة ترجت اللي واقفين، يعني هم من النظام اللي نقدر عليه نقول جائر بذاك الوقت، وقسى يعني قسوة يعني عجيبة يعني بحق الناس البسطاء الفقراء اللي ماكو كل أذية اللي كان بوقت يعني الوقت الخير، وقت اللي كان العالم بخير وما عندهم أذية. فترجت قالت له جايين من المدرسة يروح يبدل هدومه واختها هم وياه. قال واحد من عندهم جاوب قالها بعد البيت مو مالكم، من ممتلكات الدولة. ترجت من عنده وهذا قامت تبكي قالت إنا الله اصعد جيب اختك واصعد. فصعدنا شفناهم مثل ما يقول يعني بحالة، يعني احنا نعاين هم خايفين، احنا الخوف مالنا كان يعني لا اقل ولا اكثر. يعني بذاك الوقت الله هو اللي كان معاين على حالنا، يعني شلون تحملنا يعني هذاك الموقف. يعني الناس الابرياء اللي قعدوهم حالهم حال الحيوانات. تحولنا من بدرة من الكوت العفو، حولونا البدرة، من بدرة حولونا على طريق مهران من وجهونا يعني مو بشكل يعني محترم، وكأنما يعني شقل لك يعني شمثل، لأنه ما أقدر أقول على العالم هالبريء هالنظيف هالطاهر، يعني اللي عانوا ما عانوا. زين ذولاك هم شوفوهم يابا شو نشوف؟ قال ذولاك هم منتظريكم الإيرانيين أهلكم. يابا هسه احنا هم لا حول ولا قوة، بنادق يعني ورانا والقدام ما نشوف إلا يعني فد مكان يعني ما له لا راس ولا أساس.